تخيل انك وصلت براك اول اسبوع متحمس، تاني اسبوع مستقر، تالت اسبوع بصيت على الحساب البنكي بتاعك وقلت لا انا لازم الاقي شغل، فتقوم تفتح لينكد ان تقدم على 5 وظائف، بعدها 10، بعدها 20 وظيفه، وبعد كام يوم تفتح الايميل ما تلاقيش ولا رد ولا انترفيو ولا اي حاجه ولا حتى رفض، وتقول لنفسك طب ما يمكن السي في بتاعي هو اللي فيه مشكله، فتعدله وتقدم تاني وبرضه مفيش اي حاجه جات لك. وساعتها المخ بيبدا يشتغل ويبدا يسال نفسه شويه اسئله: هو انا علشان اجنبي، ولا عشان ما بتكلمش تشيكي، ولا عشان لسه جديد وما عنديش خبره في التشيك، ولا اصلا مفيش شغل؟ خليني اقول لك حاجه من البدايه: المشكله اللي انت بتدور بطريقه غلط، ولو رجعت لاول يوم ليا هنا في حاجات كتير كنت هعملها بشكل مختلف، وده اللي هحكي لكم عليه النهارده. انا مينا، ودي حلقه جديده من كبسوله براك. احنا اتكلمنا قبل كده في الفيديو اللي فات عن المصاريف، واتكلمنا برضو عن شغل الطلبه والمرتبات. فالسؤال الطبيعي دلوقتي: وانا اقدر الاقي شغل ازاي؟ ازاي ادور؟ ازاي ابدا؟ النهارده مش هقعد اقول لك على اسماء المواقع وخلاص. انك تعرف موقع شغل مش معناه ان انت عرفت تدور على شغل. انا عايز اتكلم عن طريقه التقديم نفسها: ازاي واحد يقدم على اكتر من 50 وظيفه ومحدش يرد عليه، في نفس الوقت واحد يقدم بس على 10 وظائف ويجي له فيها 2 انترفيو. اول غلطه هنا بتحصل وانت جديد انك بتقول انا عايز اي شغل، انا عايز اي حاجه، مطعم، مخزن، اكاونتنج، ما يضرش، ريسبشن، كاستمر سيرفيس، مفيش مشكله، اي تي، يلا نجرب. وانت متخيل انك كل ما قدمت على مجالات اكتر فرصك بتزيد، لكن اللي بيحصل غالبا ان انت بتبعت نفس السي في لكل الناس لكل الوظائف. تعال نتخيل انا صاحب فندق وبدور على ريسبشنست، وفتحت السي في بتاعك وبصيت عليه لقيتك كاتب لي نص صفحه على الاكاونتنج، انفويسز، بيمنتس، بس انا عايز ريسبشنست. والعكس، لو شركه هنا بتدور على جونيور اكاونتنت تفتح السي في وتلاقي ويتر، كاستمر سيرفيس، هوسبيتاليتي، بعدين في اخر الصفحه تكتشف ان هو عنده خبره في الحسابات اصلا بس كاتب عليها حاجات قليله. انت كده خليت الشخص اللي قدامك يدور في السي في علشان يعرف انت مناسب ولا لا، وغالبا ده مش بيحصل. انا مثلا لو عندي خبره في الاكونتنج هعمل لها سي في، لو عندي خبره في الكاستمر سيرفيس هعمل لها سي في، لو عندي خبره في الاي تي هعمل لها سي في. مش لازم كل مره تعمل سي في من الصفر وتبدا من جديد، لكن اللي يفتحه لازم يعرف من اول كام ثانيه انت مين، بتقدم على ايه، انت مناسب ولا لا. السي في ده انت مش هتحكي فيه قصه حياتك، ودي حاجه انا نفسي خدت وقت علشان افهمها. احنا ساعات بنتعامل مع السي في على انه قصه حياتنا: انا عملت كذا، انا اشتغلت كذا، انا درست كذا، وعندي كورس كذا. طيب يا سيدي جميل، بس الشركه مش بتسال هل مينا ده انسان كويس، هي بتسال هل مينا ده هيقدر يحل لي المشكله اللي عندي. لو انا عندي مشكله في ريسبشنست، هل مينا هيقدر يغطي المشكله دي؟ هل هيعرف يحل مشكله؟ هل هيعرف يتعامل مع الناس كويس؟ هل الانجليش بتاعه كويس؟ هل هيعرف يشتغل تحت ضغط ويبقى هادي؟ لو مثلا شركه بتدور على جونيور اكاونت بيبل هتبص عليه وتشوف هيعرف يشتغل في الانفويسز، هيعرف يشتغل في البيمنتس، فعلا بيعرف يشتغل على الاكسل، عنده خبره مثلا في اي برامج تانية. يعني بدل ما تسال ايه الحاجات اللي انا بعملها في حياتي، اسال نفسك ايه من خبرتي يهم الوظيفه دي. ودي لوحدها بتغير شكل السي في تماما. ادور فين؟ اقدم فين؟ افتح مواقع ايه ادور عليها؟ هقول لك طبعا في مواقع كتير هنا احنا بنعتمد عليها زي jobs.cz، bradse.cz، طبعا لينكد ان، expats.cz، وهسيب لك تحت كل اللينكات في الديسكربشن. بس ما تعتمدش على موقع واحد. عندك مثلا jobs.cz موقع كويس جدا وشامل لكل الوظائف. bradse.cz هتلاقي عليه بارت تايم كتير وبريجادا كتير. لو انت بتدور على شغل بالانجلش بتاعك ممكن تفتح expats.cz. وطبعا ما ننساش لينكد ان ده مهم جدا للشركات والوظائف المهنيه. لكن في حاجه ناس كتير ما بتعملهاش: مواقع الشركات نفسها. لو انت عايز اوتيل معين ادخل موقع الفندق وقدم على الشغل المطلوب. لو انت عايز شركه معينه اعمل نفس الخطوات، افتح الموقع بتاع الشركه، ادخل على الكاريرز وقدم. بدل ما تسال بس فين الوظائف، اسال كمان مين الشركات المتاحه ليا، مين الشركات اللي انا عايز اشتغل فيها. نروح بقى اللينكد ان واجمل زرار في العالم، الفخ، الايزي ابلاي. تلاقي اعلان قدم، واحد كمان قدم. انت بتقول كفايه بقى؟ لا نقدم تاني، ايزي ابلاي، نقدم. بعد ما تكتشف ان انت قدمت على 30 وظيفه تسال نفسك سؤال: انت قريت كام واحده منهم؟ وهنا هي دي المشكله. انا مش ضد الايزي ابلاي، انا برضه عملت نفس الغلطات دي، بس انت ممكن تستخدمه. اقرا الوظيفه اللي انت بتقدم عليها، اقرا الديسكربشن بتاعها، اقرا الريكوايرز بتاعتها، افتح السي في بتاعك، شوف الحاجات اللي مطلوبه في الوظيفه هل انت فعلا عندك خبره فيها، ولا السي في بتاعك معمول من زمن وانت برضه لسه بتقدم على اي وظيفه وخلاص. ودي اهم نقطه في الفيديو كله. لو انت هنا قدمت على 30، 40، 50 وظيفه، وانا هنا بتكلم عن الوظائف اللي انت مناسب ليها، وما جالكش ولا انترفيو واحد، ما تروحش تقول طب خلاص نكمل اخليهم 100 وظيفه. وقف، لان غالبا في مشكله قبل الانترفيوز نفسها. تعال نبسطها: انت عندك تقريبا ابلكيشن، انترفيو، اوفر. لو انت بتقدم على ابلكيشنز كتير واصلا مش بتوصل لانترفيوز، فهنا المشكله بتاعتك في السي في، او انك اصلا بتقدم على وظائف بس مش من مستواك. بس لو انت بتدخل انترفيو مره، اتنين، تلاته واترفضت، فدي غالبا مش مشكله السي في بتاعك. دلوقتي المشكله في مرحله تانية: طريقه كلامك، اجابتك، اللغه بتاعتك، او حتى السالري اكسبكتيشن بتاعتك، او ببساطه في شخص تاني انسب منك. يعني باختصار شديد، مفيش ولا انترفيو، راجع السي في بتاعك.
بتاعك. طيب في انترفيو ومفيش اوفرز، خلاص راجع الانترفيو بتاعك، شوف انت وقعت فيه في ايه، شوف ايه المشكله اللي عندك، شوف انت بتقع فين في الفانل ده، لانك ببساطه لو مش عارف المشكله فين فانت هتفضل تصلح في الحاجه الغلط. وهنا يجي السؤال اللي بيخوف اي حد جديد، انا مش بتكلم تشيك يبقى مش هلاقي شغل. ممكن تلاقي شغل، خصوصا هنا في برا، لان في كتير قوي شركات دوليه، وهتلاقي كتير مالتي لانجوال بوزيشنز. مش هينفع اقول لك ان التشيكي مش مهم، بالعكس مهم جدا. كل ما الوظيفه فيها تعامل مباشر مع العميل التشيكي اللغه هتفرق اكتر. لو انت شغال في ستور، لو انت شغال ريسبشن في مكان لوكال مطعم، اغلب عملائه من التشيك، هنا شركه محليه صغيره. بس الغلطه هنا اللي انا مش عايزك تعملها وتقع فيها، تقول انا هستنى اتعلم تشيكي وبعد كده ادور على شغل. اتعلم وانت بتدور، لان ممكن الوظيفه هنا المناسبه ليك فعلا ما تكونش محتاجه تشيكي قوي. وبعدين كل مستوى جديد في اللغه بيفتح لك انت فرص اكتر. هل لازم كل حاجه تبقى اونلاين؟ في انواع شغل معينه لازم انت تخش المكان وتسال بكل ادب، انتوا هنا بتعينوا، انتوا هنا طالبين ناس، انتوا هنا محتاجين حد. ممكن يقول لك اه، ممكن يقول لك لا، على حسب. ممكن يقول لك هات السي في وهنبقى نرد عليك، وممكن يقول لك ان المدير هيبقى موجود بكره فتعالى قبله بكره. ولو المدير شافك واتكلم معاك دقيقتين انت بقيت بني ادم بالنسبه له، مش رقم 48 في الايميل بتاعه. وطبعا انا مش بقول لك تلف على الشركات العالميه بسي في مطبوع، انا بتكلم عن مطاعم، كافيهات، فنادق، محلات، اماكن الفيس تو فيس فيها منطق. اسال الناس، ودي من اكتر الحاجات اللي الناس هنا بتستهين بيها. انت عندك صحاب في الجامعه، ناس في السكن، ناس في الشغل، زمايل بتعرف ناس بتشتغل. فبدل ما تقول عندك شغل، اسال سؤال اذكى، الشركه عندكم بتوظف دلوقتي؟ او في ريفرال عندك؟ او لو ظهر عندكم بارت تايم ابعت، لان ممكن شخص جوه الشركه يعرف الفرصه قبل انت اصلا ما تشوف الاعلان. ودي مش واسطه بمعنى ان حد يجبر الشركه تشغلك، هو بس بيقول انا اعرف شخص كويس هو ممكن يكون مناسب، وبعدها الشركه هي اللي بتقرر. او اليس طبعا مش لازم تكون افضل يس، وفي نفس الوقت ما تخليش اليأس يخليك توافق على اي حاجه من غير ما تسال. انت بقالك شهور بتدور وفجاه حد يقول لك تعال اشتغل. اخيرا قبل ما تقول يس اسال بس كام في الساعه، كام ساعه، نوع العقد ايه، في فتره تجريبيه ولا لا، ولو في تيبس اسال ازاي بتتوزع التيبس. ممكن تبدا بمرتب مش اعلى حاجه عادي، خصوصا لو كان هدفك انك تدخل بس السوق وتاخد خبره. بس افتكر ان اول يس مش معناها ان هي هتكون اخر محاضره. لو بدات من الصفر بكره، لو صحيت بكره وكل الكونتاكتس بتاعتي اختفت وبدات من الصفر في برو، انا هعمل 6 حاجات. اول حاجه هحدد مجالين او 3، مش اي شغل وخلاص. ثاني حاجه هعمل سي في مناسب لكل اتجاه، هفتح كل المواقع اللي انا قلت لك عليها وكمان مواقع الشركات هدخل عليها وهقدم. رابع حاجه مش هقدم على 50 وظيفه راندوم وخلاص، هختار اكيد عدد اقل لكن وظايف انا فعلا مناسب ليها. خامس حاجه لو انا فعلا بدور على هوسبيتاليتي او ويتر او شغل مطاعم، انا هنزل فعلا المطاعم وهدور وهسال. اخر حاجه هسجل كل مكان انا قدمت فيه وهكتب اسم الشركه، اسم الوظيفه، قدمت امتى، رد ولا لا، عملت انترفيو ولا لا. اكيد هعمل فولو اب، لان بعد اسبوعين هبدا انسى انا قدمت فين اصلا من كتر الوظائف اللي انا قدمت فيها. نرجع بقى للشخص اللي بدانا بيه، وصل بروج قدم على 50 وظيفه ومحدش رد. في الاول افتكر ان المشكله ان التشيك نفسها ما فيهاش شغل، لكن لما بص على اللي بيعمله اكتشف انه بيقدم نفس السي في كل وظيفه بيقدم فيها، بيدوس ايزي ابلاي من غير حتى ما يقرا الوظيفه دي ومتطلباتها. مش محدد هو عايز ايه، مش عارف هو واقع فين في الفانل، ما اتكلمش مع حد، ما دخلش مكان يسال. فلما غير الطريقه هو نفسه ما اتغيرش، نفس الشخص، نفس الخبره، نفس اللغه، لكن فرصته بقت احسن. ودي النقطه كلها، البحث عن شغل هي فعلا لعبه ارقام. انت مش هدفك تبعت اكبر عدد ابلكيشنز، هدفك ان كل ابلكيشن يبقى عنده فرصه منطقيه يتحول لانترفيو. لو انت عايش في بروك واشتغلت هنا اكتب لي في التعليقات اول شغل ليك لقيته ازاي، من على لينكد ان ولا من على جوبس ولا من صاحبك، دخلت مكان وسال ولا بطريقه تانية. مش لازم تقول لي اسم الشركه لو مش حابب، لان ممكن تجربتك تساعد حد لسه واصل بس هو مش عارف يبدا منين. ولو الحلقه بتاعت المصاريف فاتتك فانا سايبها لك هنا، ولو فاتتك الحلقه بتاعت المرتبات فانا برضه سايبها لك هنا. ودي كانت حلقه جديده من كبسوله برو، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.